السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هل كنتاكي شطه وليمون يستاهل التجربه؟ وعلشان اقدر اجاوب على السؤال دوت اشتريت الدينر بوكس، واللي كان عباره عن 3 قطع ورك ودبوس وصدر، وكان معاه بيبسي وكول سلو. فتحت البوكس، وكعاده كنتاكي دايما البطاطس بتيجي مرميه كده في قعر البوكس وبعيد عن الباكت بتاعها، وتفضل تلم فيها كده واحده واحده. ونسيت اقول لكم ان سعره 160 جنيه. شكل الفراخ من بره كده كان باين ان هي مرشوش عليها توابل كده شطه وليمون، تحسوا كده حاجه شبه الشيتوس او السناكس اللي بالشطه والليمون. فكان الموضوع مش مبشر بالنسبه لي. جربت اول حاجه الصدر، القطعه نفسها كانت اوريجينال ما فيهاش اي تتبيله سبايسي خالص، هي بس التتبيله من فوق كده على القشره اللي هي بتاعت الشطه والليمون، على عكس الورك بقى اللي كان من جوه سبايسي، فكان الطعم بتاعه اقوى والسبايسي اقوى بتاعه. والدبوس كان زي الصدر بالظبط ما فيهوش اي تتبيله سبايسي، لكن زي ما قلت لكم اكتر قطعه عجبتني هي الورك لان السبايسي كان جوه، فحسيت يعني ان فراخ كنتاكي بالشطه والليمون مش محمسه قوي بالنسبه لي. ولو عايز تشوف الفيديو كامل على يوتيوب. بس كده، سلام.